بيبدأ فيلمنا ببنت جميلة اسمها بيفرلي، وبتنزل تاخد شاور في عز التلج، وبيدخل بيتها حرامي من السطوح واللي بيكون اسمه بيتر لاك. بيفرلي عندها مرض السل واللي بيخلي جسمها درجة حرارته عالية طول الوقت، ولما حرارتها بتنزل بتخرج من المية وبتروح تعزف على البيانو. الحرامي في الوقت ده بيكون بيسرق خزنة والدها، وأول ما بيسمع صوت بيروح ساحب المسدس وبيروح ناحيتها، وأول ما بيشوفها بيتصدم، واللي هو ايه البنت الحلوة دي، وبيعجبه العزف بتاعها جدا، وبيقف يسمع شوية، ومن سوء حظه جزمته بتعمل صوت، وبيفرلي بتسمعه وبتحس ان في حد معاها في البيت مع ان والدها واختها سافروا. واول ما بتبص بتشوفه وبتسأله انت معاك مسدس بتعمل بيه ايه هنا؟ بيقول لها بيتر وش كده انا كنت جاي اسرق البيت ومعرفش ان في حد هنا، ولكن انا ما سرقتش حاجة. فبيفرلي بتقوله بما انك ما سرقتش فهعزمك على كوباية شاي، وبتتعامل معاه بطريقة لطيفة جدا، وبيستغرب جدا وبيقول في نفسه هي فهمت غلط ولا ايه، وبيقول لها وانتي فاهمة صح، انا حرامي نطيت من السطوح وكنت هسرق الخزنة. وبيفرلي بتضحك وبتقوله فاهمة كلامك على فكرة، وبتبدأ تتكلم معاه وان عندها السل والدكاترة قالوا لها انها هتموت في خلال 6 شهور. في الوقت ده بيحكي لها بيتر انه هربان من واحد ورجالته، والراجل ده اسمه بيرلي، وبيعرفها كمان انهم عاوزين يقتلوه، وبيحكي لها على الحصان الابيض اللي لقاه، وبيعرفها انه كمان بيطير. ولما بيخلصوا الشاي بتقوله بيفرلي اوعى تسرق حاجه وانت ماشي. في الوقت ده بيبان ان بيرلي مش انسان، ده شيطان على الارض، وكل اللي بيعمله على الارض بيمنع الناس انهم يساعدوا بعض او حتى تحصل معجزه ما بينهم. وبيعرف الموضوع ده من النجوم والفلك، وهو بيطارد بيتر وعاوز يقتله لانه حاسس انه هيستخدم معجزته وهينقذ بيفرلي البنت اللي شعرها احمر. وتاني يوم بيروح لبيفرلي وبيقول لها انت المعجزه بتاع بيتر لاك وعندك السل وهتموتي ومستنيه بيتر ينقذك صح؟ بس انا هقتلك قبل ما يستخدم معجزته وينقذك. وقبل ما يقتلها بيكون بيتر وصل بحصانه وانقذها. وطبعا لما سمع نصيحة صاحبه لما كان واقف معاه وبيسأله ان في بنت بحبها وهتموت قريب، وفي نفس الوقت برضه قلقان جدا من بيرلي لانه بيدور عليه ومش عارف يعمل ايه، فالراجل ده بيقوله السما قالت لك وبعتت لك اشارات زي الحصان اللي انت لقيته ده، وبيعرفوا ان اسمه اناسور وان ده كلب اصلا بس بيظهر على هيئة حصان ابيض، وبيعرفوا انه عنده مهمة ولازم يساعد البنت دي. ولما بيوصلوا لمدينة كهرس عند والدها واختها بتعرفهم على بعض، والبنت الصغيرة اللي هي اختها بتحبه جدا. وبعد شوية بيخرجوا بالليل مع بعض، وبيقولها حاولي تهدي نفسك شوية وخدي نفس عميق، ولانها مريضة بتمشي حافية على التلج، بس من كتر حرارة جسمها التلج اللي تحتها بيسيح، ولما جربت اللي قالها عليه لقت نفسها بتبقى احسن فعلا. وبعدين بالليل اختها ويلا الصغيرة بتروح لبيتر وبتطلب منه ينقذ اختها، وبتاخده عند فراش الاميرة وبتحكي له عن قصة حكاها لها والدها عن الاميرة اللي بقبلة واحدة بس رجعت للحياة تاني، وبتطلب منه في الوقت ده لما بيفرلي تتعب يجيبها هنا. ولما بيروحوا حفلة مع بعض واحد من رجالة بيرلي بيحط لها سم في الكوباية وبيمنعوا بيتر انه يستخدم معجزته وينقذها، ولما رجعت الترابيزة شربت منها، وبكده بيتر مش هيقدر ينقذها. ولما بيروحوا بيتكلموا مع بعض وبيلاقيها مرة واحدة سكتت، ولما بيحاول يفوقها بيلاقيها مش بترد. وبعدين بيفتكر فراش الأميرة وبيروح بسرعة عشان يحطها هناك، لكنها برضو ما بتصحاش، وبيحضر العزا بتاعها وهو زعلان جدا انه ما قدرش ينقذ البنت دي لانه كان بيحبها. بيعدي الوقت وبيرلي بيعرف مكانه وبيقدر هو ورجالته يحاصروه وبيربطوا الحصان عشان ما يطيرش، لكن بيتر بيفكه وبيخليه يطير، وبيرلي بعد ما بيضربه بيرميه في البحر. بيعدي الوقت وبيلاقي نفسه في سنة 2014 في مدينة نيويورك، وبيرسم بنت لون شعرها أحمر، وبيسأل نفسه هي مين دي وما بيبقاش فاكر حتى اسمه، وكمان بيبقى فاقد الذاكرة. في نفس الوقت بيرلي بيعرف من النجوم انه لسه عايش، بس لانه مش انسان شكله ما اتغيرش وحتى ما كبرش يوم واحد حتى لما عدت عليه اجيال. وبيفهم في الوقت ده انه قتل البنت الغلط، واكيد بيتر هيستخدم معجزته مع بنت تانية وعشان كده هو لسه عايش. وفي يوم هو ماشي بيخبط في بنت اسمها ابي اللي بتكون بتجري على الطريق، ولما بتسأله على اسمه بيقول لها مش عارف، فالبنت بتضحك عليه وبتقوله ازاي يعني كل واحد فينا ليه اسم. وبعدين والدتها بتيجي تاخدها واللي بيكون اسمها فيرجينيا، وبعدين بيروح الأوضة بتاعته ولما بيشوف حاجته بيلاقي فيها شوكولاتة ومكتوب عليها كوهرس، وبيبدأ بقى يدور على المكان ده، وبيروح مكتب معلومات ولما بيدخل هناك بيلاقي فيرجينيا وبيقول لها عاوز اعرف اي حاجة عن المكان اللي اسمه كوهرس. واول ما بيطلع معاها بيشوف الصور وبيفتكر والد بيفرلي، وبتبقى المفاجأة لما بيشوف صورته مع بيفرلي كمان، وفي اللحظة دي بيفتكر كل حاجة. لكن فيرجينيا بتستغرب جدا لما بتشوف صورته، بتقوله ازاي ده حصل، هو ده والدك ولا ده انت؟ الموضوع عدى عليه 100 سنة، ازاي انت لسه عايش وبنفس الشكل كده؟
وبعدين لما بيتكلموا مع بعض بيقولها عاوز يقابل صاحبة المكان، وبتبقى المفاجأة لما بتاخده لصاحبة المكان واللي بتكون ويلا أخت بيفرلي الصغيرة، بس دلوقتي هي بقت عجوزة. وأول ما بتشوفه بتقوله بيتر هو أنت لسه عايش؟ وبعدين بتاخده وبتروح على بيتهم القديم واللي أول مرة قابل بيفرلي هناك، وبتقوله واضح كده إنك هنا عشان تتمم حاجة، وبتنصحه على إنه يدور على الحاجة اللي هو جاي يعملها. وأول ما بيمشوا من عندها بتعرفوا فيرجينيا إن عندها بنت اسمها آبي وإن عندها كانسر، وبتقوله على عنوان بيتها لو حب يزورها في أي وقت. وبعد كام ساعة بيروح عندها البيت وبيعرف بالصدفة إن آبي شعرها أحمر، وبيفهم في اللحظة دي إن آبي هي البنت اللي جاي ينقذها، وبيحاول يشرح لها بسرعة إنه جاي عشان بنتها أصلا، وبيقولها تعالي مفيش وقت، وبياخدها على السطوح. وأول ما بيطلعوا بيتفاجئوا بالحصان اللي بيطير وبيكون مستنيه هناك، وبياخدهم بسرعة على كهرس عند الفراش الأميرة. بس بيرلي طبعا مش بيسيبه وبيقوله مش هسيبك تنقذها. في الوقت ده الحصان بيطير وبيكسر التلج وكل رجالة بيرلي بيغرقوا، وبيفضل هو بس لوحده. ولما بيعرف بيتر يتخلص منه بيتحول للوح تلج، وبيدخل بسرعة وبيحط آبي على السرير. وبعد كام ثانية البنت بتفوق وبترجع تاني، وبكده يكون بيتر خلص المهمة اللي جاي عشانها، وبيطير بالحصان لحد ما بيتحول لنجمة من النجوم. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا. ما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل أفلامنا الجديدة. أشوفكم على خير في فيلم جديد. سلام.